وأنا أقرأ ما كتبته في كتابك عن الحركة الإسلامية، أنها أقرب ما تكون إلى جبهة تتشكل من 3 مكونات رئيسية. نعم، وكأن هذه المكونات كانت موجودة أصلا. هذا صحيح. بالأصل الحركة الإسلامية قيادتها أغلبهم من الإخوان، إذا المشرب إخواني بما فيه الشيخ عثمان والشيخ علي والقادة الآخرين، وجناح إيراني الأخ علي بابير يزوده القرارجاه، يسمى قرارجاه جبهة عسكرية أو جانب عسكري أو مؤسسة عسكرية من الحرس الثوري الإيراني يغذي حركات التحرر، ومسؤوليتها العلاقة مع هؤلاء. يعني هذا صنعه الإيرانيون أم يدعمه الإيرانيون؟ لا أستطيع أن أقول أنه صنعه الإيراني، لأنه منذ شبابه، منذ أن خرجنا معا في 84 هو كان له صلة بالإيرانيين. والإيرانيون هيئوه لذلك. نعم، لأنه كانوا أيضا الإيرانيين كأي دولة تهتم في مخابراتها بتنشئة شخص ما في جبهة ما، حاولوا طبعا، لأنه هو أيضا كان شابا من بين مجموعة قيادات مسنة، فممكن أن يكون هو البارز بعدهم. طيب، إذا كان الولاء أو العلاقة السياسية العسكرية إيرانية، ما الكيان الفكري؟ هل أيضا مدرسة إخوانية؟ لا، ليس مدرسة إخوانية، لأن هو المشكلة أنه أخ علي بابير ما مثلنا. أخ علي بابير من مواليد 63 أو 61، من شبابه لم يتأثر بالإخوان، تخرج من المعهد الشرعي في السليمانية والتحق بكلية الفقه في النجف. وفي النجف لم يكمل السنة الأولى، ذهب إلى إيران فتأثر بالثورة الإيرانية والتوجه الإيراني قبل أن يتعرف على المدارس الفكرية السنية، إخواني سلفي أو كذا يعني. فالآن هذا تيار الشيخ عثمان وتيار علي بابير، ثم أنا أيضا لما ثم أنت عندما التحقت بهم، نعم، أنت كنت على رأس تيار ثالث. نعم، أنا عندما دخلت الحركة الإسلامية بخلفية الإخوانية وسلفية النزعة، فانضم إلي بعض الشباب من دون أن أنوي بناء خط، انضم إلي مجموعة من الناس الذين كانوا إخوانا وسلفيين ولا يريدون لإيران أن تتدخل في شؤون الحركة. في تلك الفترة من 88 بدأ هذا الخط ينمو، وبما أنه كان عندي المتنفس في الخارج فأنا ما وقعت تحت ضغط الإيرانيين. الأموال كنت أجمعها في الخارج، ثم بعدها لما جئت إلى أوروبا كان متنفس أكبر، أجمع المال، أوجه الشباب، أشتري كتبا، أفتح دورات، أخطط لهم، ثم فتحت مدرسة عسكرية، ثم مدرسة شرعية، مدرسة سياسية. يعني في نوع من الاستقلال الذاتي نعم، لكل تيار. نعم نعم نعم. ما الذي ساعد هذه التيارات على أن تبقى مع بعض لفترة؟ الشيخ عثمان رحمه الله، وجود الشيخ عثمان على قمة الهرم. الشيخ عثمان رحمه الله كان من طراز أجدادنا الذين قاموا بالثورات الكردية قبل العلمانية، من مثل بدر خان الكبير، مثل الشيخ عبيد الله النهري، الشيخ محمود الحفيظ، الشيخ عبد السلام البارزاني، جده مسعود البارزاني. الشيخ عثمان رحمه الله كان على طراز الإمام النووي لما تقرأ عنه، في علمه، هو شافعي المذهب أيضا، في تبحره في المذهب الشافعي، في تقواه ودينه وقيام الليل وطهارة لسانه، ويعني كان مثال يحتذى به، وكان على قمة الهرم. فحتى يعني الذين كانوا حفاظ قرآن كانوا يستحون أن يقرأوا عنده آية. نعم، لأنه أيضا صاحب تفسير 15 مجلد وشارح البخاري، وإن كان لم يكمله رحمه الله. فكنا نستحي منه. التفسير بالكردي نعم. فكنا أولا نستحي منه، ولما نختلف معا بحضوره ما كنا نرفع أصواتنا كثير يعني، أو ما نذكر اختلافاتنا كثير. فهو رحمه الله بموته تفككنا يعني. على كل حال كل خط مشى إلى هذا ما آلت إليه أوضاع الحركة الإسلامية، لابد أن نتكلم عنه بالتفصيل، ولكن نتركه للمراجعة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله.